السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم من جديد في قناه ديليس اسراء وحذيفه. اليوم جبت لكم وصفه مغربيه لذيذه وبسيطه، وهي البطبوط بالسميده. بطبوط خفيف هش من الداخل ومذهل في المذاق، مناسب للفطور، خصوصا اللي درتو ليه هكا الزبده والعسل كيجي رائع ما تشبعوش منه. خليكم معايا حتى النهايه ونشوفوا الطريقه بالتفصيل. بالنسبه للمقادير غنحتاج هنا كيلو ديال السميده رقيقه، 80 غرام ديال الزبده دائبه، بيضه، 2 معالق ديال زيت المائده، معلقه ديال السنيده، القياس ديال الملح حسب معلقه صغيره، والخميره الفوريه. غنجيب هكا نعجن العجينه ديالنا كيف ما كتشاهدوا معايا بالماء دافي. ما غنخويش كيف ما كنعرفوا السميده راه ما كتبغيش تخوي الماء في دقه. كنبقاو هكا مره نضيفوا لها الماء ونحركو ونعاودو نضيفوا الماء. كيف ما قلت لكم السميده كتبغي تخدم مزيان. انا هنا راه حاولت ندير لكم الفيديو راه ما نقصت منه حتى شي حاجه باش تشوفوا القياس ديال السميده شحال خاصها تخدم. المهم انا هنا غنستمر على نفس العمليه حتى نحصل على عجينه متماسكه. كيف ما كنعرفوا راه السميده كتشرب، ضروري نعطيوها الماء. غير هي هكا كيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو ما كنعطيوهاش الماء في دقه، كنبقاو مره نزيدوها ديال شويه الماء وندلكو، نزيدوها شويه الماء وندلكو حتى نحصلوا على عجينه متماسكه. انا هنا غنقلب العجينه كيف ما كتشاهدوا معايا، كتجيني مازال خاصها الماء. غنبدا نضيف ونخليها تعجن. انا هنا زدت ليها الماء وما نقصش الفيتيس حتى كيف ما كتشاهدوا معايا كلشي طرش. مع ذلك هنا راه العجانه الصراحه ما بردتش ليا القلب، ضروري انني ندلكها بيدي، حيت كيف ما كتعرفوا هذا البطبوط ديال السميده كيبغي الخدمه كثيره. غنبقى هكا ندلك ونرش حتى نحصل على العجينه اللي بغيت. كيف ما كتشاهدوا معايا انا كيف ما قلت لكم راني ما نقصت من الفيديو والو، خليته هكا طويل ديال العجينه باش تعرفوا شحال انها ديال تاخذ ديال الوقت. ورا مع ذلك راني مزربه الفيديو، يعني فيه الخدمه، ولكن راه النتيجه كتكون زوينه الصراحه. الله راه ما غتجربوه ما غتبقاوش تستغناو عليه، ضروري تبغيو هكا الفطور اولا الكوتي، خصوصا في الفطور. كيف ما قلت لكم غنبقى هكا ندير رشه ودلكه
كيف ما العجينه ديالو غتفكركم في العجينه ديال الناس زمان اللي كانوا كيبقاو، اما حتى دابا راه ما بقاوش الناس كيدلكوا الخبز. الناس ديال زمان كانوا كيدلكوا الخبز حتى كتسمعوا كيطرطق بحال كطرطق في المسكه في فمك، كتسمعوا كيبقى يطرطق، راه بحال هكاك العجينه ديالو. راه من حدك وانت كترش وكتدلك وهي العجينه غتبدا تطرطق غير وحدها، غتبدا هكا دير النبيبيلات وتفرقع غير بوحدها. العجينه ديالو سبحان الله كتفكرني في العجينه ديال الناس ديال زمان، كانوا يدلكوا فيديو طويل مزيان ولكن راه النتيجه كتجي غزاله. اما دابا راه غير كيف ما كتشاهدوا معايا وصافي كتخلط هكا وتحط العجينه، ما بقاوش كيدلكوها مزيان، مابقاش زعما العجينه كتدلك اولا هكا غير بالعجانه كنعجنوا الخبز. انا هنا غنستمر على نفس العمليه حتى نحصل على العجينه مخوفه في نفس الوقت، راها ما كتلصقش معاكم وفي نفس الوقت تكون هكا خفيفه رطبه لكم كيف ما كتشاهدوا. راه العجينه غنجيب هنا اناء غندهنو كيفاش كتجي بزيت المائده، راه قد ما عطيتوها نوضع فيه العجينه ديالنا حتى تخمر ورشان ديال الماء كتجي زوينه ببلاستيك حتى تخمر. ندهنها بشويه ديال الزيت من الفوق ونغطيها حتى تخمر. انا هنا سبق لي وعجنت عجنه اخرى حيت عندي العجانه ما كتهش بزاف، عجنت بكيلو تقريبا، درت 3 العجنات، الا العجنه الاخرى درت فيها كيلو ونص حيت الطلبيه كانت عندي فيها 40 بطبوطه. وضروري خاصك ديري هكا الزيت، كل كيلو كيخرج لكم 17 بطبوطه، كل كيلو ديال السميده كيخرج لكم تقريبا 17 بطبوطه. انا هنا الا درتو صغير بطبيعه الحال انا هنا عبرت 100 غرام، كل حبه بغات فيها 100 غرام حيت بغات البطبوط ما يكونش كبير بزاف، فيها 100 غرام غتخرج لكم 17 كيلو. كيف ما قلت لكم انا في الاول ديال الفيديو راني محتاجه 40 حبه، درت تقريبا 3 العجنات ونص، كيلو العجنه الثالثه درت فيها كيلو ونص. انا هنا غنجيب نكور الكويرات ديالي بسميده، ضروري كندهن يدي هكا بشويه في الاول بشويه ديال الزيت باش ما تلصقش معايا العجينه، وكنعبرو هكا فوق الميزان حتى ندير 100 غرام. انا هنا في هذا الفيديو هكا غير شويه ديال السميده نكورو فيها، ما نقطعش معكم زعما المراحل حتى نكمل كامله القياس اللي عندي واخا غيجي الفيديو طويل. غنجيب هنا دابا البطوط ديالنا، ضروري رش هكا بشويه ديال السميده باش نقرصوه ونقرصو. هنا معليش ماشي مشكل واخا ترقوه تقولوا حكا راه ما فيهش الفرص ما غيتنفخش، بالعكس واخا ترقوه غيجي هو هذاك، نقرص كاع البطبوط اللي عندي ما يجي فين يخمر حتى يجي هو هذاك. حيت كيف ما كنعرفوا دابا الحال سخون ما كنحتاجوش نغطيوه بزاف، كنفرش ليه غير هكا واحد الزيف بيض نحطوه فوق منه نغطيه به، غير ما نجي فين نكمل تقريبا الحبه الاخرى كنشعل البوطه. المهم كيبقاو لك دوك 3 الحبات 4 كتشعلي البوطه على المقله باش تسخن مزيان باش نبدا نطيب، حيت ما خصوش يخمر حتى يفوت القياس. وكيف ما كنعرفوا راه كنبداو بالاولى حتى من حدنا ما نجيو فين نكملوا الاولين نلقاو الاخرين خمروا. هذه هي الطريقه ديالي ديال الطياب. كيف ما قلت لكم انا هنا غنستمر على نفس العمليه حتى نكمل كاع القريصات اللي عندي، ومن بعد نتلاقاو باش نطيبوا البطبوط ديالنا.
كيف ما كتشاهدوا معايا البطبوط ديالنا هو هذا من بعد ما خمر. غنمشي انا هنا ندير المقله تسخن. بعد ما سخنات غنبدا هكا نرمي البطبوط، غير يشد راسو شويه ونقلبو. هنا البطبوط راه كيجي محمر كامل وكيجي غزال صراحه الله، كيجي مزيان. راه عرفتي ملي غتجربوه والله القسم الا ما تقدروش تستغناو عليه. واخا ديروه هكا في الكونجيلاتور تخليوه، راه ملي غتجبدوه وغتسخنوه راه بحال يلاه طيبتوه. هذا باش زوين، هذا ديال السميد، البطبوط ديال السميد ما كيعصاش معاك نهائيا، واخا يبقى مده طويله في الكونجيلاتور ما كيعصاش معاك. كيف ما كتجبديه كتخليه هكا يترخف كتسخنيه كيجي غزال، سواء مع الزبده والعسل سواء مع الفرماج وزيت العود. فاش ما درتيه هكا عمرتي به درتي به البيض وداكشي والجبن كيجي غزال. فاش ما احتاجيتيه كتلقاي كيجيك زوين، غير هو مع الزبده والعسل كيكون شي حاجه اخرى. كنبقاو هكا نقلبوا في البطبوط ديالنا كيف ما كتشاهدوا معايا بهذه الطريقه حتى نحمروه كامل يتحمر. انا غنكمل كاع البطيباتات ديالنا في الطياب كيف ما كتشاهدوا معايا، ومن بعد نتلاقاو باش نشوفوا النتيجه الاخرى ديال البطبوط. كيف ما كتشاهدوا معايا البطبوط ديالنا راه كيجي رطب ومفشفش. وبهذا نكونوا وصلنا لنهايه وصفه اليوم. نتمنى يكون البطبوط بالسميده عجبكم، واذا جربتوه كتبوا لي في التعليقات كيف جاكم. ما تنساوش تدعموا القناه بالاشتراك والاعجاب في الفيديو وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا بزاف على محبتكم ودعمكم، ونتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله. دمتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.